ايه رأيكم بقى في الجمال والحلاوة دي؟ ايه رأيكم في حفلة البيتزا اللي عاملاها هالة؟ انا معرفش ازاي بتشتروها من بره. انا عاملة 4 صواني بتمن واحدة من بره. حاجات بره بقت غالية جدا وبقت رديئة جدا جدا. ليه يا ستي؟ ده بشوية دقيق، ب4 كوبايات دقيق وشوية حاجات من البيت هنعمل احلى بيتزا في الدنيا. هنعملها احلى من بتاعت المحلات. وهقول لكم على المعلقة السحرية اللي تخلي البيتزا بتاعتك طرية وهشة وخفيفة، من غير لا بيض ولا لبن ولا زبادي ولا حاجة خالص. وهتطلع معايا البيتزاية بسم الله ما شاء الله، هتطلع طرية وهشة وخفيفة وطعمها تحفة أحلى من بتاعة المحلات. وده مش كلامي، ده كلام ولادي، اللي كان منها هو اللي قال كده. فاحنا دايما نقول ايه؟ أهم من الشغل كملوا انتوا بقى. فيلا بقى نصلي على الرسول ونسمي بالله ونجهز حاجتنا ونعمل أحلى بيتزا بطريقة سهلة وبسيطة جدا جدا. اللهم صل وبارك وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين البيتزا طرية ازاي؟ تحفة تحفة تحفة. ده بقى ايه؟ بالمعلقة السحرية اللي هتقول لكم عليها هالة، هي اللي هتخلي البيتزا بتاعتك خفيفة وهشة واحلى من بتاعت بره. يلا نسمي بالله ونبدأ الفيديو بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. انا هنا يا ستي جايبة في البولة بتاعتي 4 كوبايات دقيق مليانين بالكوباية المعيارية، ومعلقة سكر ومعلقة ملح صغيرة وكيس كيس خميرة فورية، وقلب الكلام كله ده ببعضي. هقلع الجوانتي كده عشان اشتغل معاكم بايدي. هجيب مية من الحنفية في ازازة كده وانزل بشوية شوية. هنزل كده بحبة بحبة يما العجينة تتلم معايا. انا عايزة عجينة ملزقة، مش عايزة عجينة ناشفة، عايزة عجينة ملزقة. العجينة دي قطنية، انا عايزاها قطنية، فخليها ملزقة كده في ايدك حبة بسيطة. خلاص انا كده بعد ما تتلم معايا بالشكل ده، تعال نجيب المعلقه السحريه بقى اللي هنحطها. هي معلقه الخل دي. الخل ده اللي هيخلي العجينه بتاعتك هشه وخفيفه. ونزلت عليهم ب3 معالق زيت كبار. الزيت بينعم لنا العجينه. الخل مهم جدا، ولا تستخدمي لبن ولا زبادي ولا بيض. هو خل بس هيخلي عجينتك طريه جدا وهيخليها هشه وخفيفه. ملاكي في العجينه كده، اول ما تلاقيها نعمت معاكي وخلصت من ايدينا كده، مش ملزقه ومطاطيه، تسحبيها كده ما تتقطعش. تبقى كده العجينه بتاعتك اتعجنت مظبوط. شايفين لما اجي اسحبها كده زي اللبانه. خلاص انا هلم العجينه بتاعتي واسيبها في البوله كده. هغطيها كده بكيس واسيبها لما تختمر. انا غطيتها بكيس، وهاتي فوطه تاني حطيها فوق الكيس عشان تختمر معاكي بسرعه. ويما تختمر كده، شايفين العجينه اختمرت ازاي؟ هجيب شويه دقيق كده على البنش بتاعي وانزل بالعجينه بتاعتي. العجينه قطنيه مش متحمله زي الفل، فاحنا مش عايزين نطلع الخمر بتاعها. هقطعها على 4 قطع، كل قطعه بتساوي. يعني معنى كده البيتزاية الكبيرة اما تاخد كوباية واحدة دقيق. انت ممكن ما تعمليش 4 كوبايات زي هلا، ممكن تعملي 2، ممكن تعملي واحدة، ممكن تعملي 3، ده براحتك انت. انا كده عملتهم كده على شكل كورة. وهجيب شوية دقيق على البنش نفسه واحط الكور دي عليه. هغطيهم كده واشتغل في واحدة منهم. هجيب شوية دقيق تاني عشان العجينة قطنية ما تلزقش منك في البنش بتاعك. وبالمردانة وفرطي بقى. افرطي العجينه بتاعتك بسمك نص سنتي، احنا عايزينها خفيفه. عجينه البيتزا ما تبقاش عاليه زي القرصه، لا لازم تبقى خفيفه زي بتاعت بره بالظبط. بره بيعملوا سمك خفيف جدا، ما تبقاش عاليه زي القرص، لا بتبقى خفيفه جدا. والصينيه بتاعتي رشيت فيها شويه دقيق، ما تستغربوش للدقيق. هي البيتزا بتتعمل كده، ما بتتعملش لا بسمنه ولا بزيت. هي بيترش حبه دقيق في الصينيه وتحطي عليها البيتزا بتاعتك ومش هتلزق نهائيا. بس ما تخليش العجينه تلزق في الحافه زي هنا، لا. خلي التدويره بتاعت البيتزا اقل من تدويره الصينيه عشان ما تلزقش معاكي في الحافه. تعالوا نعمل واحده تاني. رشيت حبه دقيق وحطيت التانيه كده. وعايزه اقول لكم حاجه،
البيتزا الأصلية بتختمر مرة واحدة، اللي هو الخمر اللي خمرناها لها في البولة، مش نحط في الصواني ونقولها نخمر تاني، لأ. بعد ما تفرطي كده عبي وسوي على طول، ما تخمريش تاني، عشان دي بيتزا مش قرص يا جماعة. لو خمرتوها هتاخد طريقة القرص، ما تتخمرش، هي مرة واحدة. العجينة اختمرت معاكي في البولة، خلاص كده قطعي وعبي وشكلي ودخلي الفرن وسوي على طول. دي تاني واحدة. تعالي نعمل تالت واحدة. شايفين العملية سهلة وبسيطة جدا، وانا هقولك تاني ما تعمليش 4 كوبايات، اعملي 2 3 واحدة، ده براحتك. انت عارفة المقدار اللي الأسرة بتاعتك بتحتاج قد ايه. دي تالت واحدة. شايفين العملية سهلة ازاي. يلا تعالوا نشوف رابع واحدة. دي الرابعة بقى، انا عملت 4 بصراحة. دي رابع واحدة بقى. طب يا هلا هنشكل بايه؟ قومي زي هلا كده، افتحي تلاجتك، طلعي بقى الحاجات اللي عندك، شوية فلفل أخضر على شوية فلفل أحمر، شوية زيتون كده على جنب مخليين عندك، مش لازم مخلي، هنخليه احنا بالسكينة كده ونحشها من على البذرة. ونعمل شوية كاتشب، هلا عاملاهم على القناة، أنا عاملة لكم الكاتشب اللي على القناة، الصلصة اللي تنفع لجميع المعجنات موجودة عندكم على القناة. كل ما بتخلص بعمل علبة اركنها كده بحتكة. ده الكاتشب اللي أنا عاملاه، بس مش اللي عملته معاكم على القناة، أنا بيخلص طبعا فبعمل غيره. وان شاء الله هعمل لكم طريقه تانية للكاتشب سهله جدا جدا. انا عامله لكم الصلصه او الكاتشب اللي ينفع لجميع المعجنات. المهم ايه، في كل صينيه حطيت معلقتين كده ووزعتهم. يبقى انا مش لغايه دلوقتي انا مش شريتش حاجه من بره، كل حاجه غاليه بره يا جماعه وما بقتش حلوه. عن صدق عن صدق، انا ولادي جابوا علبه كاتشب، عودتها فتحتها لقيتها، انا مش عارفه اقول عليها ايه، لا لقيته كاتشب ولا لقيته طعم ولا نكهه ولا حاجه خالص. حاجه بره ما بقتش حلوه نهائيا. اعملوا في البيوت يا جماعه، وفي البيوت هيقع عليك رخيص، واملي بيتك خير، وما تحرميش ولادك من حاجه. في الغلا ده احنا الامهات اللي نعوض ولادنا. نعوضهم ازاي؟ نعمل كل حاجه في البيت، احنا مش حمل مصاريف بره. المهم ايه، بص كده عندك كده في الطوريلي، هاتي بصلتين قطعوهم جوليان خفيف زي هاله كده. طلعي شويه فلفل من التلاجة، اي نوع فلفل احمر اخضر الوان قطعيه خفيف. انا كده وزعت البصل الاول، بعد الكاتشب وزعت البصل. انا اسفه، انا واخده دور برد، سامحوني. بعد البصل وزعت شويه الفلفل، بس يا ريت قبل ما نوزع البصل والفلفل والكاتشب خرموا البيتزايه بشوكه كده، بشوكه كده، وزعوها التخريمات عشان البيتزا ما تعلاش معاكم في الفرن قوي. دي شويه زيتون اللي انا عاملاه معاكم على القناه، جبت الزيتون ببذره قطعته كده بالسكينه، خليته بالسكينه، اديني ما اشتريتش حاجه من بره. طب يا هلا هنحط ايه تاني؟ انا بصراحه هعمل، انا ولادي طالبين عايزين ياكلوا بيتزا التونه، التونه دي انا عاملاها معاكم على القناه. بس عن صدق، انتوا عارفين انا بكلمكم بصدق، ما بحبش اخبي عنكم حاجه. التونه اللي انتوا شايفينها دي انا عاملاها بسمكه التونه، لما ببقى في اسكندريه بجيبها معايا. طب انا ما عنديش سمكه التونه، انا عاملاها معاكم على القناه بسمك المكاريل، طلعت زي الفل واوفر بكتير من ان انت تشتريها من بره. وطبعا انا بحطها في علبه كده في التلاجة، واعمل بيتزا ناكل كده منها براحتنا. نعمل نعملها بالمكرونه جميله جدا، فبراحتي. فموجوده عندكم على القناه، ويا ريت تشوفوها واعملوها في البيت، هتقع عليك رخيصه جدا. انا وزعت التونه بتاعتي كده. طب يا هلا ما عندناش تونه، حطي لانشون يا ستي، ما عندناش، لا حطي اي حته فرخه باقيه عندك، مسلوقه محمره، حته لحمه مسلوقه محمره، اي حاجه حطيها. عندك سجق حطي، ما عندكيش حاجه خالص اعملها بالخضار زي الفل، مش هيحصل اي حاجه، هتبقى زي الفل. عندك حته جبنه رومي قطعيها على الوش، اي حاجه. انا بصراحه عندي البيت هنا فريقين، فريق بيحب الجبنه عشان المطه، وفريق لا، فانا بعمل بريح الاتنين. ونسيت اقول لكم على حاجه، اللي ما حطش اللايك هتحط لي اللايك عشان فيديوهاتي توصل لكل الناس. انا عملت صينيتين بجبنه وصينيتين من غير جبنه. ودلوقتي انا مسخنه الفرن على درجه حراره عاليه، هو والشوايه من فوق، وحاطه كده ايه الشبكه قرب الفرن من تحت، والصاجه فوقها في النص. وهوريكم دلوقتي كل حاجه في الفرن. البيتزا بتستوي زي الفينو بالظبط يا جماعه، ما بتاخدش نار كتيره، ما بتاخدش وقت كتير زي الفينو. هي بتاخد على الاقل 15 دقيقه، بنحط كده من تحت ومن فوق ونبدلهم زي الفل. هتشوفوا المنظر معايا، شايفين ازاي على الصاجه وعلى الشبكه، وابدلهم اللي من تحت فوق واللي من فوق تحت. يما القاها كده ايه، ما تطوليش عليه عشان البيتزا بتاعتك تبقى طريه. خلاص انا بعد ما يستووا معايا كده هنطلعهم ونشوفهم مع بعضينا. ايه رايكم بقى في الجمال والحلاوه دي؟ شايفين مهرجان البيتزا.
يعني ملينا البيت خير من 4 كوبايات دقيق. انا اسفة، معلش انا تعبانة جدا فسامحوني. 4 كوبايات دقيق وشوية مية، عملنا 4 بيتزات. وعن صدق عن صدق البيتزا دي لما بردت كانت احلى واحلى. ودي بشهادة ولادي، ولادي هم اللي بياكلوا حاجات بره بشهالة، فهم بقى اللي بيقيموا لي الحاجة. بنتي قالت لي يا ماما دي احلى من البيتزا اللي بناكلها من بره بكتير بكتير كمان. جميلة جدا، ولما بردت كانت تحفة تحفة تحفة. يعني في كلا الحالتين حلوة جدا. ومعلقة الخل المعلقة السحرية تخلي البيتزا بتاعتك طرية، وادي الصينية زي الفل، لا لازقة ولا أي حاجة. بس أنا قطعت البيتزا على 4، المفروض أقطعها على 8، فكانت سخنة جدا. والربع كبير جدا، أنا ما كنتش عارفة أتحكم فيه، وكانت سخنة على إيدي جدا. شايفين حتى الجوانت من السخونة فصل من إيدي، كانت سخنة سخنة سخنة. فتعالوا كده نقطعها تاني بقى عشان أعرف أمسكها. شايفين حتى في التقطيع طرية سهلة، بسم الله ما شاء الله. شايفين قطعة من البيتزا الشابة يا جماعة، طرية وهاتشة وخفيفة، وطعمها كان تحفة تحفة تحفة. فقبل الفيديو ما يخلص أقول لكم ما تنسوش تدعموني باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان قناتي تكبر بيكم وليكم. وهقول تاني، في الغلا ده ما ينفعش نجيب حاجة من بره، اعملوا كل حاجة في بيوتكم، هتطلع من ايديكم احلى من هلا بكتير. واملوا بيوتكم خير، واملوا بيوتكم بركة، واعملوا كل حاجة لأولادكم، ما تحرموهمش من حاجة. بأقل امكانيات هنعمل حاجات حلوة جدا لأولادنا. وهقول لكم ايه بالهنا والشفا مقدما.